السلام عليكم، مرحبا بكم عندي في القناة. بما أننا في موسم المشماش راح نحضروا اليوم تحلية بالمشماش. نتمنى أنها تعجبكم وتجربوها. المقادير اللي نحتاجها لهذه الوصفة: بالنسبة للعجينة عندنا 2 حبات بيض، 100 غرام زبدة طرية، 80 غرام سكر، 100 غرام فرينة، عطر الفانيليا، 5 غرام خمارة الحلوى، ورشة ملح. أما بالنسبة للتزيين نحتاج مربى المشماش، كاوكاو شرائح، قطع المشماش محضرينها في السيرو، والسيرو خفيف اللي طيبنا فيه المشماش. طريقة التحضير: نبدأ على بركة الله. أولا العجينة، ندرب الزبدة مع السكر حتى نتحصل على كريمة. بعدها نضيف البيض حبة حبة. نضيف الفانيلا ونغربل النواشف اللي هي الفرينة مع الخمارة، ونضيف رشة الملح. نوقف الخلاط الكهربائي ونضيف النواشف ونخلط حتى نتحصل على خليط متجانس. ندهن القوالب بالزبدة ورشها بالفرينة. نفرغ الخليط في القوالب، ندخلها للفرن. بعد ما تطيب الحلوى نخرجوها من الفرن ونفرغها من القوالب. بالنسبة للتزيين ناخد الحلوى نغطسها في السيرو مرة أو مرتين حسب الرغبة، ثم المرة الجوانب في الكاوكاو شرائح. بالنسبة للوسط نضع ملعقة صغيرة من المربى وقطعة المشماش. التحلية اللي حضرناها اليوم، نتمنى انكم تجربوها وتستافدوا من الوصفة. التحلية هذه ممكن تقدموها في السهرات
وممكن تقدموها في حفلات النجاح لأبنائكم. في الأخير نقول لكم مع السلامة في وصفة جديدة وفيديو جديد إن شاء الله.